بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الورد ويا صباح الياسمين، صباحكم معطر بذكر ربنا سبحانه وتعالى يا رب. زي ما انتوا شايفين بتعمل ايه النهارده يا مارو؟ بنعمل السطح بتاع بيتنا. بس بقى صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. دي اوضتين، تمام؟ دي الاوضتين مكفولين بتاع الست صاحبة العمارة يعني، فزي ما انتوا عارفين هي كويسه خالص ومميده وربنا يبارك لها في اولادها يا رب. فسايبه لي كل حاجه، تقول لي مروه بصي اعتبر انت اختي الصغيره واعتبر العماره كلها بتاعتك. فانا كان عندي حبه بوهيه باجيين مطرح ما بيضت الصاله عندي زي ما انتوا شفتم الفيديو بتاع الكنب. فقلت ايه نطلع نعملهم دولت نبيضهم لها ونخلي لها السطح نظيف. هي سايبه كله يعني، عايزه نقول لكم ما تطلعش خالص واي حاجه كده يعني. انا واخده لها يعني عاوز بالله من كلمه انا واخده بالي من العماره مثلا، خلي بالك كذا، بتبقى هي ساعات في شغلها الكلام ده. حتى السطح والله سايبهولي. فقلت طب انا مثلا نمسكه ننضفه نديله لون كده مثلا يفتح، ناخد عيال يطلعوا يذاكروا جنبي فوق. هي عامله بتاع شوايه في الارض كده نظبطها لها. يعني هو السطح بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب كويس يعني، هو نظيف، عاملاه هي سيراميك وكده. بس فقلت ايه نديله الحبه دول بدل ما يتكبهم، لا نديله لون كده. وان شاء الله نعمل كام زراعيه كده، استنوني بقى كده ايه سلسله فيديوهات ان شاء الله كده هنعملها معاكم. برضو على السطح يعني باذن الله كده هنوضبه لها، هنوريكم هنعمله الاول ازاي. ادي كده ايه خدت اللي هو الجدران، تمام؟ خساره بدل ما كانوا هيتكبوا، لا يعني نفيدها برضو بيهم. بس الحمد لله رب العالمين. هو ده كان المغرب، تمام؟ خلصته يعني ما خدش معايا اي حاجه خالص، احنا كده كنا المغرب. بس الحاجه فعلا ما بتتبيض والحاجه ما بتتنضف. هو السطح ما شاء الله نضيف، بس عايز تسييج، عايز مثلا حب الزرع فيه. في كنب كده بيضته لها برضه هتشوفوه دلوقتي في الفيديو. فعايزه كده اللايكات بقى اللي تشجعني كده وتخلوني ان انا السطح ده ما ننزلش من عليه. ما ننزلش منه خالص. عايزه كده اللايك الحلو بتاعك لكل اخت داخله قناتي جديد. اهلا وسهلا بيكي فوق دماغي اخوات الجداد. عايزه ادعمكم ليا بقى اللايكات ديت، الكومنتات الحلوه بتاعتكم عشان عائلتنا تكبر كمان وكمان. ربنا يخليكم ليا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. مسكت بقى زي ما انتم شايفين، هي البويه دي كنت جايباها نعمل منها الصاله. عايزه نقول لك لو انت حابه تعملي اي حاجه في البيت عندك هاتي جالون واحد، دي 2 جالون، تمام؟ عشان ما يفوتش معاك، يفض معايا يعني كان هيتكب لان مش هنعمل حاجه تاني يعني. بس قلت خلاص نعمل بهم بقى السطح. هنعمل بقى زرع باذن الله كده، كام زرعه حلوين. هنحاول برضو يعني ان شاء الله، مش عايزه نحرق المفاجاه بمعنى صح يعني. بص التغيير في المكان حلو يعني. عندي الشقه بنبقى قاعده على طول، بس برضو لما نطلع مثلا انا وعيالي فوق حاجه زي كده بتجددي في حياتك يعني. العيال تحس كده في حاجه مختلفه في حياتهم كده. كنت خلصت، بص حتى جايده النور اهوت، ده المغرب ده كده. كنت خلاص اذان المغرب، قلت نخلص ننزل بقى خلاص كفايه كده، عشان مثلا ايه كنت نصلي ولا حاجه وبعد كده نشوف برضو شغل بيتي. بص عامل ازاي هو كده لسه بينشف. ده كمان لما بينشف بيدي نور كده سبحان الله، بيبقى حلو خالص. كنت هنعمل حتة اللي فوق دي بس خفت عشان الكهرباء، عشان اللمض ما يجيش عليها مثلا ايه بويا ولا حاجه. هي كده كانت لسه بتنشف، وما بتنشف كل ما بتنشف بتدي حلاوه اكتر. وهنا السطح اهوت هنمسك بقى ايه، لسه هناخد الحته دي، لقيت اتبقى معايا حبه تاني. هناخد برضو ايه اللي هو الجدار ده. وكنت عامله حبل غسيل يعني هنشر عليه بطاطين سجاد. وفي اللي هي الكنبه اللي هي ورا دي برضو هناخدها لها لون دلوقتي برضو معاكم. الناس لبعضها، والواحد طول ما معاملة الإنسان حلوة، الجار والست اللي تبقى مثلا تحطك في عينيها دي وتقولك لا انت مش هتطلع من عند اللي على ملك ده، دي يعني ربنا يبارك لها في أولادها يا رب. والله سايبالي العمارة كلها وهي رايحه الشغل ايه، تبقى ساعات كده مجابلاني ولا اكني مثلا ان انا العماره بتاعتي. والله العظيم حقيقي ربنا يبارك لها في جوزها وفي اولادها ويفرحها بميد وقلاء يا رب. خدت بقى خدت برضو الباب بيضتهولها كده بقى. كنت خلصت خلاص. هنعمل ايه؟ هنعمل الكنب. قلت بقى بحب الباقيين بالمره عشان يبقى كده ايه خدت البويه مره واحده او خدت البياض مره واحده. هنمسك بقى بعد كده اللي هي الارضيات دي هنسيكها كده وننضفها يعني. ان شاء الله هتشوفوا فيديوهات هتعجبكم باذن الله. وهي عامله شوايه هناك في الارض، قلت هنعمل لها برضو فيها حاجه كده بحيث ان هي تظهر، وفي نفس الوقت ممكن نعمل عليها شاي، ممكن نعمل عليها بتنجان، ممكن نعمل عليها سمك يعني. برضو السطح حلو، حتى عيال لما بيطلعوا بيغيروا المكان تحسوا كده النفسيه مرتاحه.
برضو بيختلف عن قاعدة الشقة على طول. تغيير حبة هنا وحبة هنا وحبة هنا، يبقى لازم أن يكون في تغيير في الحياة ليكي انت، برضو لازم أن يكون في تغيير في الحياة. يعني انت برضو ما بتنزلي مثلا تروح عند امك، عند خالتك، عند اخواتك، فكده بتغيري برضو. فلما قلت بقى شوية هنا شوية تحت، العيال برضو ما تبقاش ايه نفسيتها زهجانة. وخاصة كمان الأجازة جاية وبتبقى يعني الحبسة عيالنا احنا، بتبقى مثلا الشقق والكلام ده تبقى حبسة برضو ليهم. فقلت تغيير في كل حاجة يعني. بيضت بقى الكنبة هيت، ما خدتش اي حاجة. كل ده كنت ما كملتش نص ساعة، وهي الشواية اللي هي عاملاها هناك هيت قلت هنظبطها لها ان شاء الله، نعملها لها بحاجة منظر كويس يعني كده. والكراكيب دي طبعا هنلمها كلها هنرميها. فربنا يبارك لها في اولادها يا رب، ويفرحها بقلاء بميدو يا رب، اللهم امين. ست والله العظيم زي العسل. يعني من ساعة ما جيت، انا بقالي كام سنة، 9 سنين قاعدة عنده، والله ما جيت في مرة زعلتني ولا لا كل ما اتكلم تقول لي بص اعتبر ده بيتك، انت بتقولي كل ما نقول نعمل حاجة مثلا في العمارة او نعمل حاجة على السطح تقول لي خبري يا مروة ده بيتك اعملي انت عايزاه، انت اختي الصغيرة. فربنا يبارك لك يا ام ميدو ويفرحك باولادك يا رب، اللهم امين. كده كنت خلصت. انت بقى شوفي لو عندك حاجة هتعمليها ما بتاخدش وقت معاك، البيض ما بياخدش وقت على فكرة وسهل. نزلت بقى بعد ما خلصت، كنت بالليل خلاص رحت عند خالتي اللي هي حماتي. قلت ايه ناخد لبن معايا كده ويعني انا في نيتي مثلا ان صلة ارحام وكده، فالواحد بيحاول يفرح اللي حواليه يعني. ما هو كل ده بيعود عليك في البيت، مش في حياتك بس، لا ده بيعود عليك حتى في معاملتك مع الناس، في معاملتك مع اولادك، مع زوجك، كل ده بيعود عليك. الكلمة الطيبة. الحمد لله رب العالمين. غليت اللبن، نزلت عليه زي ما انتم شايفين اللي كنت منكبها ديت، دي روايح الموز بتاعه الكحك، وكنت حطيت سكر وحطيت نشا وكله قلبته مع بعضه زي ما انتم شايفين. وبعد كده قطعت الفراوله حطيتها في الاطباق، ونزلت بقى ايه نعملها اطباق كده، وبالهنا والشفا للي ياكل. عملت كم طبق حلوين وفي البيت بقى وزعتهم عليهم في البيت يعني. فربنا يدي كل انسان يا رب كده، ويساعدكم كلكم في بيوتكم يا رب، يدي كل انسان الخير يا رب، ويعمر بكم في بيوتكم جميعا، اللهم امين يا رب. ويعين كل شخص في بيته يا رب، اللهم امين. وده كان فيديو النهارده، نتمنى يا رب ما كنتش طولت عليكم. استنينوا باقي الفيديوهات الجايه باذن الله. لايكاتكم عشان تشجعني ان انا نصور، لايكاتكم كومنتاتكم، عايزين كده تسمعوا لي فيديو للاخر عشان فيديوهاتنا تقترح وعائلتنا تكبر، عشان كل ده بيخلي الفيديوهات تقترح كده وعائلتنا تكبر كمان وكمان. واخيرا روحت بيتي بقى. ده كان كده خلاص، ده كان ظهر الجمعه. ايوه ده كان بعد صلاه الظهر بالظبط. عملت كوبايتين شاي، وكنت يعني بعد ما فطرنا وابتديت بقى نعمل الغدا. ده كان يوم كده يعني، رحت عند خالتي في بيتي كده. بنعمل ايه كده؟ بنعمل جولجاس. كنت عندي ساعة ما بنجيب لحمة بنخلي حتة على جنب، ساعة ما بنيجي نطبخ نجي واخدة حتة حلوة كده، نجي مجلية بيها التوم. ده للجولجاس، يبقى توم حتة لحمة صغيرة حلوة كده، او دهنة عادي، بس ما تكونش دهون كتير يعني، ما تحطش بنسبة كبيرة. هي دي لحمة ملبسة. ونزلت عليها بالطماطم، هنسيبها بقى اما تغلي. بجد بيبقى طعمه روعة روعة روعة، بس مش بزيت يعني، نحط سمنة. تمام كده. هنيجي بقى ايه نقطع الجولجاس عقبال ما هنا خلاص كده تكون التجلية يعني خلاص اتشربت. وبعد كده نيجي ايه بقى مقطع الجولجاس. تمام. وهنا كنت سالجة فرخاية ورق لورا بقى، والحركات والتكات دي بتخلي طعمها حلو. ورق لورا وحبهان بنحوجها بمعنى اصح يعني. كده نزلت بالجولجاس خلاص. هنسيبه بقى لما يستوي خالص. وساعة ما بنجيب الجولجاس بنجيب اللي هو الصغير مش الكبير، مكعب دجاج، فلفل اسمر، كمون. وبصوا احلى طبق جولجاس تاكليه. والخضرة بنعملها في الخلاط يعني، نجيب ربطة الخضرة نغسلها نقطعها نحطها في الخلاط. وبعد كده بقى بنجي ايه مصفيها، طلعها مصفيها، وكده الطشة بتاعتها مع التوم. هنا نزلت بالشوربة، ما بناخدش مية، لا بناخد شوربة عشان يبقى طعمه حلو. تمام كده. بس هنسيبه بقى اما ايه يتشرب مع نفسه خالص. بجد بيبقى طبق روعة. احلى جولجاس تاكليه هو الطريقة دي حقيقي، طريقة ست كده وامي يعني. الطريقة دي متعلماها من امي ربنا يحفظها يا رب. بجد طريقتها حلوة خالص من امي ومن حماتي برضو. كده قلبتها خلاص بقى، وبس كده هنبتدي بقى اننا ايه هنغرف خلاص.
في رز عاملاه، في اكل تاني عاملاه، بس كنت قبل كده حاطه لكم فيديوهات فما حبيتش نكرره تاني. كده بقى كان غدانا النهارده، يعني غدا سريع كده، مش اللي هو ايه يعني غدا سريع في سريع كده يعني، عشان كنت حاطه ان انا نطلع على السطح نعمل وننزل برضو عند خالتي، فيعني كان غدانا النهارده كده غدا سريع. وده الجلجاسة هو، والله بجد جربيه الطريقة دي هيعجبك خالص. وكنت عاملة رز برضه وفراخ. والعيش الشمس بتاعنا ده، العيش الشمس بتاع الصعيد عامة يعني. بس كنت بقى غرفت يعني بسرعة كله كده بسرعة، عشان زي ما بقولكوا كنت عايزة نطلع على السطح نخلص بسرعة يعني برضه. يلا كده بقى الدعاء لكل اخت بتقول ادعي لي يا مروة ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب، اللهم امين، لكم بالمثل باذن الله يا رب. في ام كاكو ربنا يفرحها بكاكو وباخواته يا رب، اللهم امين، ويشوفهم يا رب في اعلى المراتب، اللهم امين يا رب. ام كاكو. في ام حماده من سوهاج ربنا يفرحك باولادك يا رب، بحماده وباخواته، ويفرحك بيهم يا رب وبفرحهم، اللهم امين يا رب. في ام نور من الجزائر ربنا يسعدك يا رب ويفرح قلبك يا رب باولادك، اللهم امين يا رب. في ساره من الجزائر برضو اولادها بيمتحنوا، فربنا معاهم يا رب وتشوفيهم في اعلى المراتب يا ساره، اللهم امين يا رب. في ساره من الجزائر بتقول يا مروه الدعوه الحلوه لابني بيمتحن ربنا معاه يا رب وتشوفيه في اعلى المراتب هو واخواته يا رب، اللهم امين. في برضو فله من الجزائر ربنا يسعد روحك يا فله ويرزقك يا رب بابن الحلال اللي يهنيك ويريح بالك، اللهم امين يا رب. دينا من مصر ربنا يرزقك يا دينا برضو بابن الحلال اللي يهنيك ويريح بالك يا رب، اللهم امين. انتوا فله، اللهم امين يا رب. ام حسين من العراق ربنا يفرحك باولادك يا رب وتشوفيهم يا رب ذريه صالحه فرحه في اعلى المراتب يا رب، اللهم امين. ام راشد من الامارات ربنا يبارك لك في راشد وفي اخواته ويسعدهم يا رب وتشوفيهم في اعلى المراتب يا رب، اللهم امين. في برضو اخت حبيبتي احلى مروه من العراق ربنا يسعد روحك يا رب. ام علي من الجزائر ربنا يسعدك ويهنيك يا رب يا ام علي، اللهم امين يا رب. في اخت برضو اسمها قضاء بهجة من المغرب، يا رب يهنيك ويسعدك يا رب ويفرح قلبك يا رب، اللهم امين يا رب. انا كنت نكون قلت الاسم صح. ام مالك محمد ربنا يفرحك بمالك وباخواته يا رب ويسعدك يا رب ببيتك، اللهم امين يا رب. ام هنا من مصر ربنا يفرحك بهنا يا رب، اللهم امين. ام ادريس من الجزائر ربنا يفرحك باولادك يا رب يا ام ادريس، اللهم امين يا رب. ام احمد من السعوديه ربنا يفرحك باولادك ويشفي لك ابنك يا رب، اللهم امين. ام احمد من مصر ربنا يسعد روحك يا رب، اللهم امين. ام عمار من سوريا ربنا يفرحك باولادك ويا رب يرضيك كل الرزق الواسع يا رب، اللهم امين. ام الحبيب عبد السلام ومريم ربنا يشفي لك ابنك ويشفيك ويرزقك الرزق الواسع المبارك يا رب، اللهم امين. سحر من المنيا ربنا يسعدك يا سحر ويهنيك، اللهم امين يا رب. اسماء من المنيا ربنا يقومك بالف سلامه لاولادك ولبيتك يا رب، اللهم امين. اخت بتقول بنحبك جو يا مروه ربنا يخليك يا رب، اللهم امين، ويسعدك ويهنيك يا رب، اللهم امين. ام هاني ربنا يجيب لك حقك باذن الله. بتقول يا مروه ادعي لي يعني حد ظلمها او كده، ربنا يجيب لك حقك باذن الله يا ام هاني. في برضو اختي من المغرب ربنا يسعد روحك يا رب. مروه حبيبه العراق ربنا يبارك في عمرك يا رب. هند حسن ربنا يسعدك يا هند يا رب، اللهم امين. فاطمه ربنا يفرح قلبك يا رب، اللهم امين، ويسعدك، اللهم امين يا رب. دكتورتنا الجميله والدتها تعبانه شويه ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. في برضو في اخت بتقول ادعي لي بصلاح الحال يا مروه ربنا يصلح حالك ويسعدك ويهدي لك الحال يا رب، اللهم امين يا رب. واي اخت انا ما قلتش اسمها تكتب لي في الكومنتات وانا تحت امركم، كلكم فوق دماغي من فوق. وربنا يسعد روحكم ويسعد قلوبكم يا رب، اللهم امين. ام شاهد من مصر ربنا يسعدك يا ام شاهد ويفرحك باولادك يا رب ويشفيك يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. مروه مرزوق ربنا يرزقك بالذريه الصالحه الفالحه يا رب يا مروه، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب انا اكون قلت الاسامي صح، ما اكونش غلطت في اسم اخت. وباذن الله كده ان شاء الله فيديوهات جديده، واي اخت عايزه اي حاجه انا تحت امركم. نسيبكم ان شاء الله فيديوهات جديده في رعايه الله. السلام عليكم.